طيبة نأتيكم هنا في الجولة العشرين تحديدا في جزيرة مايوركا، اللقاء الذي يجمع ما بين ريال مايوركا وريال مدريد في زيارة محفوفة بالمخاطر. نعم، في زيارة للريال، في زيارة صعبة للغاية وتزداد صعوبة كلما مر الوقت، وآخر ذلك عندما تعرض تيبو كورتوا لإصابة في عمليات الإحماء وأدت إلى أن يبدأ أندريه لونين المباراة أساسيا من خلال هذه المواجهة في سينسيو ورودريغو وفينيسيوس جونيور. هنا لدينا الكرة الأمامية لكنها بعيدة تماما. لدينا الكرة في الجهة اليسرى عالية خطيرة، وكمان يأتي محاولة وكامافينجا على مرتين تصل إلى ريال مايوركا. المحاولة في الجهة اليمنى عانى ووضع وشاهدنا اللقطة التي عانى من خلالها كوسا. بعد ذلك رودريغو، الله، هو الهدف الأول بالطريقة المثلى التي يريد من خلالها نعم ريال مايوركا أن يسجل الهدف الأول. فداء موريكي الكوسوفي عند الدقيقة 13 يفتتح التسجيل ليبصر الكرة العرضية الرأسية والموجودة للتعامل إلى كربخان، إلى عرضية خطيرة، الكرة التي مرت وأبعدت إلى ركلة زاوية. الآن خطيرة الكرة، الآن التسديدة تتحول. يتواجد الآن فينيسيوس يمر ريال داني يتركها اسينسيو يلعب الكرة العالية لكنها وين؟ بعيدة من ماركو إلى خارج أرضية الميدان. بعيدة إذن. نعم الآن الكرة تنفذ، تسديدة تحولت إلى روديجر، محاولة تسديدة من مسافة بعيدة من روديجر إلى خارج أرضية الميدان. يجب أن تكون من فالفيردي في منطقة الجزاء. هنا لدينا تسديدة فيدريكو فالفيردي إلى خارج أرضية الميدان، إلى خارج أرضية شيلوتي. هنا لدينا كرة عرضية الآن تلعب تنفذ خارج نطاق المباراة. هذه كرة ممتازة. شوف توني في السيرة، توني في يعني توني أتكلم ويا دوب ما كملت كلامي. أتى هذا يسقط في أرضية الميدان وينهي الشوطي اللقائي الثاني. ويبدو بأن الأسماء الكبيرة ستأتي وتخوض غمار الشوطي اللقاء الثاني بالنسبة لريال مدريد على أقل تقدير بعد ربع ساعة من أحداث شوطي اللقاء الثاني. ينطلق الآن خطيرة للغاية لمصلحة مايوركا. يا سلام، هذه خطرة الأول، هذا الثاني ينقل الكرة، انه يضبط الامر، عليه ان يضبط الامر. هنا لدينا الكرة وركلة جزاء تأتي الآن. ريال مدريد يتحصل على ركلة ماركو التعادل. اسينسيو يلعب الآن، أبعدت، وصلت إلى الثاني المدريد، رأسية موجودة وكرة عالية يأتي اليمنى. محاولة اسينسيو يسدد لكنها بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. أحد الحلول التي فينيسيوس، مر فينيسيوس، راح فينيسيوس، عدى فينيسيوس، الله على فينيسيوس في عملية